السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم البنات اول شيء غادي ندير في العيد ان شاء الله. اول حاجه غادي ندير هي هذا ديال البنات ديال انا غنحيد لهاد الشحمه كامله. هذه ديال السنسول ديال الحولي، هذا طريف منه كيكون زوين وكتكون فيه الحيمه زوينه. كما كتشوفوا انا هنايا الموسم جاني حافي، غادي نشوف شي موسيقى ماضي شويه وغادي نحاول نحيد هاد الشحمه كامله، نحاول معها نحيدها. اللي كيبغي اللحم انه يبقى ميدم يخليه. انا غادي نطيبه في القلايه الهوائيه باش يجيني شويه اللحم ناشف، وما باش نخلي فيه الشحمه بزاف. غادي نحيد الشحمه كامله. هانتوما جبت انا موس كبير من بعد ما حيدتها، ها هي كيكون فيه الحيمات زوينين. غادي ناخذ هنا كما كتشوفوا واحد الكاسرونه كبيره اللي غتاخذ ليا القياس ديال داك اللحم اللي عندي. هنايا بالنسبه للاعشاب غادي ناخذ هنا ورقه موسى، عندي شويه ديال الزعتر، شويه القرفه، وواحد جوج ريف ديال الثومه، وهذيك النجم الهندي. ها هي كما كتشوفوا الزعتر غير شويه. القرفه هاد البلديه كتعطي واحد النكهه كبيره، وهذا النجم الهندي كيعطي واحد المذاق زوين، وفي نفس الوقت كنقضيو شويه على ديك الريحه ديال الغلمي، وكنقصو شويه يعني ما يضرناش. دائما انا كنعجبني انني نطيب بالاعشاب. صافي هنايا غادي نخوي الماء، ماشي ضروري ان الماء يكون فوق منه، الماء غير شويه، لان ملي غتبدا طيب غنقلبها بحال غادي ندخل غير نص طياب وصافي، باش نعاون انني ما نستخدمش الضوء بزاف. غادي نطلع فيه الغليه وغادي يطيب واحد شويه، وغادي نقلبو عاوتاني ونخليه حتى يدخلوا الطياب. هنا بالنسبه للعطريه البنات كما كتشوفوا ديك الثومه اللي كنت درت مع بعد ما طفيت عليه، ديك الثومه اللي كنت ضفت معاه غنحيد ليها القشره. وبالنسبه سميتو عندي واحد الفلفله حلوه تما مقطعه طريفات صغار اختياريه. عندي تما كما كتشوفوا عندي هذيك راس الحانوت، داك العطريه ديال اللحم، عندي الخرقوم وعندي البزار والملحه وشويه ديال الربيع. وهنا دائما كيبقى اختيار لكم بالنسبه للعطريه اللي بغيتو ديروه. بغيتو تضيفوا هنا الحار تقدروا تضيفوا، انا ما بغيتش ندير الحار على قبل عندي البنيه الصغيره. صافي غادي ندير واحد شويه ديال الماء هنا لانني اللحم بغيتو يجي ناشف، ما غاديش نكثر معاه الماء بزاف. وغادي نخلط شويه بالماء هكذا باش تطلق ليا ديك الملحه، وغادي نهز هذاك اللحيمات وغنحاول ندهن بالعطريه هي الاولى. عاد نخلط هذيك الفلفله حتى هي. وهنا تقدروا تضيفوا الا بغيتوا، انا في الاخر غادي نضيف شويه الزيت، هنا تقدروا تضيفوا الزبده الا بغيتوا. صافي غادي ندخل ديك الحيمه مزيان، اعطي واحد النكهه زوينه مع دوك الاعشاب وداك الشيء، وداك النجم الهندي يعطي واحد الريحه زوينه. في الاول كيعطي الريحه اللي دخل كيقولوا واش كتصاوبي السفه على حساب القرفه. صافي وغادي كما شفتوا ضفت هنا شويه ديال الزيت، شويه ماشي بزاف، ضروري شويه، ولكن راه البنات غادي يجي ناشف وزوين، غادي يجي رائع وناشف وطيب حتى من الداخل، كيجي جا فن. عرفتي كلينا تبارك الله تبقى هذاك الهيكل ديالو. صافي غادي ندهن هنا مزيان، ما خليتها بلاصه ما ديرش فيها ديك العطريه. ديك راس الحانوت صابري العطر اللي عطيه الصحه زوينه. هذيك تن راس الحانوت رانا باقا دايخه. صافي كتلف لي دائما لنا راس الحانوت مع المروزيه، كل مره كنقول سميه المروزيه صابري الله يعطيه الصحه زوينه. صافي هي دابا جاهزه موجوده، غير نديروها باش طيب ان شاء الله. صافي هنايا غادي نجيب المجر ديال القلايه الهوائيه. كما كتشوفوا تبارك الله راه كبير، غادي يجي الطرف موضر فيه. هانتوما راه كيهز داكشي علاش البنات كنصحكم انكم تاخذوا ديال 10 يترو، كتاخذ كتهز كميه كثيره بالنسبه للعائله. هانتوما شوفوا الطريف كاع ما بان فيها، يعني تقدر تهز جوج ديال هذوك الطريفات، يعني تقدر تهز جوج دجاجات. صافي انا غنديرها بحال هكا ناشفه. هذيك الفلفله اللي طايحه في الارض غادي تجي مقرمشه، غادي تقرمل. وغادي صافي غادي نشعل عليه. هذا كيديروا لكم التوقيت ديال اللحم، وغادي ديروه. انا غادي ندير داك التوقيت اللي عطاوني وغادي نضيف عليه مازال، يعني باقي خاصو الطياب. كتبقاو ديما نتوما كتحكموا في نفس الطبسيله البنات. غادي نخوي واحد شويه ديال البطاطا وشويه ديال الخيزو اللي بخرتهم يبردوا شويه، وفي نفس الوقت راه الحيمات كيطيبوا. هنايا بالنسبه للبطاطا راه غادي نفرق كل واحد بوحدو في الاخر. هنايا البنات ضروري كل مره خاصكم تجبدوا وتقلبوا. كتشوفوه باقي خاصو الطياب كتقلبوه وتعاودوا ترجعوه عاوتاني. ضروري ما يمكنش لكم ديروا شي حاجه في القلايه وتخليوها
ما تطلوش عليه، ضروري تبقاو طلوا مره طلوا على اي حاجه درتوها كما كانت، لان هي كتحمر غير من الفوق. خاصكم دائما تقلبوا الحاجه ديالكم، تبقاو تقلبوها. صافي من بعد ما حسيت به صافي بدا كيدخلوا الطياب، غادي نمشي نصوتي البطاطا ديالي وخيزو. ودرت انا شويه ديال لي باط يتسلقوا حتى هما في الغديوه. في الصراحه دغيا وجدات، لان فاش الوقت فاش درت انا هذا يطيب وفاش درت يتسلق، درت البطاطا وخيزو حتى هما يتبخروا، وحيت هذا درته في القلايه صافي وبديت كنصوتي في هذاك الشيء. بصراحه الغديوه دغيا وجدات، مع انني كنت مرونه، ولكن الحمد لله توفقت انني نوجد كلشي دغيا. صافي كما كتشوفوا راني كل مره كنقلبها وكنقلب اللحم، كنخلي على حساب القياس اللي بغيتو انا في الطياب. وتبارك الله انا قلت في الاول راه ما غاديش نلقاه من الداخل طيب، ولكن لقيته من الداخل طيب. عرفتي نصلت داك اللحم بقى غير السنسول. صافي هنايا من بعد ما طابت حطيته باقي سخون، دائما خصو يتكال سخون. انا لي باط اللي قلت لكم البنات سلقت، نتوما طيبوا ديروا اي لي باط اي نوع بغيتو، ولا ديروا الروز. انا ما بغيتش ندير الروز لانني يلاه درتو، فدرت لي باط كنوعوا شويه الوليدات باش ياكلوا لنا شويه. صافي هنايا لي باط قلت لكم بعد ما تسلقوا في الماء والملح، صوتتهم في شويه ديال الزبده وشويه ديال الربيع وشويه الثومه وشويه البزار. هما باش صوتتهم، ولكن كنصوتيهم مزيان بحال كيعجبني انا داك المذاق ديال الزبده، يعني في المقله يكونوا محمرين مزيان. صافي في نفس المقله البنات غادي ناخذ البطاطا حتى هي غنديرها نفس الطريقه، غير هي ما غاديش ندير ليها البزار، غندير ليها الكمون. غنصوتيها حتى هي في شويه ديال الزبده وشويه ديال الربيع وبلا ثومه. صافي وغادي باش نخلي المذاقات يكونوا مختلفين شويه. هانتوما كما كتشوفوا ها هي فيها الربيع فقط والملحه والكمون، يعني غنحاول ما نديرش نفس العطريه فيهم كاملين باش يجيوني مختلفين واحد شويه. صافي وكناخذ نفس المقله عاوتاني كندير فيها خيزو، حتى هو كندير فيه. دابا انا كنصاوب البطاطا وخيزو حاليا راه كاين فوق البوطه. صافي من بعد ما تصوطا ليا مزيان، كيعجبني انا خيزو هكا محلو، عرفتي كيجي زوين. كديروا فيه شويه ديال البزار والكمون، وكديروا الثومه، ديروا ليه الثومه وخليوه يتقلى مزيان، كيجي فن، كيعطي واحد المذاق زوين، كيطلق ديك الحلاوه ديالو وداك اللون ديالو، كيجي رائع في المذاق باش حتى الوليدات الا ذاقوه ياكلوه. صافي كيجي زوين هكا، ولا بغيتو تعصروا عليه واحد شويه ديال الحامض كيجي زوين. المهم كنحاولوا خدنا 3 تشكيلات، كنحاولوا ان كل حاجه نديروا فيها مذاق بوحدو، ما نديروش نفس النكهه فيهم كلهم. كما كتشوفوا اللحم تبارك الله رطب، واخا هو ماشي داك رطب بزاف، يعني كيكون شويه ناشف، ولكن زاد نشفاتو ليا القلايه وجا زوين. كنقدموه هكا مع شويه ديال المطيشه عاديه وشويه ديال الباربه اللي سلقت. كنحاولوا ما نكثروش العطريه بزاف، وكنحاولوا مع الغلمي اننا ننوعوا بزاف ديال الشلايض، ما نديروش غير حاجه وحده، يعني نديروا شلايض شويه شويه من حاجه ضروري باش الوليدات ما يبقاوش ياكلوا لنا غير اللحم بزاف، وما نكثروش اللحم بزاف في الطبق، نديروا غير شويه ونكثروا الحوايج الاخرين باش الوليدات ديالنا ما يمرضوش لينا. صافي كما كتشوفوا الغديوه ديالي هي هذه، او الغديوه هذه البنات قدمتها معكم ودرت لكم حتى الطريقه في القلايه الهوائيه باش تستعملوها بطبيعه الحال. دائما كنقول لكم هي راه زوينه وكدير كلشي زوين، ولكن ماشي دائما، اي حاجه ما خصهاش تستعملوها دائما. المهم غديوه هي هذه، كنتمنى انها تعجبكم، والى الفيديو القادم ان شاء الله باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله في ذمه الله.